في كام حاله كده لشلبي ودونجا عايزين نشوفهم مع بعض. المفروض يعني ان شلبي لعيب كبير وبيلعب في نادي كبير، لما تجيله كرة زي كده وحاطط المدافع في ظهره وهو والجون، المفروض يعمل ايه؟ مستني ايه تاني عشان يجيبها؟ كرة ما تضيعش من لعيب درجه ثالثه، ده حتى التحرك بدون كوره مش عارف يعمله. شلبي هيباصي لزيزو ده كويس، لكن اللي مش كويس تحركاته. بدل ما كان يتحرك من ورا زيزو ويعمل الاوفرلاب، فكان عمر جابر هيشوفه ويخش هو جوه العمق مكانه، او كان شلبي المفروض ان هو يخش العمق من الاول، لكن هو تحركه غلط وراح في اتجاه عمر جابر، فعملوا زحمه وضيقوا الدنيا على زيزو، وكمان وقفوا في الاوفسايد، فزيزو اضطر ان هو يكسر وتتقطع منه بسهوله، وكالعاده بيتفرج على الكوره ورجع براحته. نيجي بقى للكابتن دونجا اللي علق على شلبي وعمل اللي اعلى منه كمان. دونجا هنا المفروض ان هو هيبص لزيزو وهيعمل حاجه من اتنين، يا اما يتحرك في العمق وياخد وليد الكارت معاه، يا اما يتحرك من ورا زيزو ويعمل الاوفرلاب، لكن هنا هو عمل اللي ما يعملوش لعيب في الدرجه الخامسه. ما شاء الله اشتغل ديليفري وراح ودى الكره لحد زيزو نفسه. عشان كده الزمالك بينزل كل ماتش ناقص 2 3 لعيب.